الجريمة دي من أوسخ الجرائم اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، لأن الطفلة اللي قدامكوا دي لقوها جثة مرمية في الصرف الصحي وجسمها كله كان متشوه بالكامل. لكن الأصعب من ده كله إن اللي عمل فيها كده كان المفروض هو أول شخص يحميها من أي حاجة وحشة. سنة 2022 في محافظة الدهقلية، أهل المحافظة لقوا جثة مرمية في الصرف الصحي وبتاع الطفلة متشوهة بالكامل. فالأهالي تبلغوا الشرطة، والشرطة أول ما وصلت تكتشف إن الطفلة دي عندها 4 سنين وعلى جسمها آثار تعذيب واضح جدا وبشكل غريب جدا. والشرطة بدأت تراجع كاميرات المنطقة عشان يعرفوا مين اللي عمل كده في الطفلة دي، ومين اللي جاله قلب أصلا إن هو يعمل الجريمة البشعة دي في طفلة عندها 4 سنين. وكمان راجعوا كل بلاغات الاختفاء، وللأسف ما كانش في أي بلاغ مطابق لنفس الطفلة. وبعد مراجعة الكاميرات اكتشفوا إن الساعة 11 بالليل وصلت عربية في نفس المكان ونزل منها شخصين، وكانوا شايلين الجثة بتاعت الطفلة ورموها في الصرف الصحي وبعدها مشيوا. وفي الوقت ده تقريبا الشرطة اتأكدت إن الطفلة دي مش من محافظة الدهقلية، والشرطة لما اتبعت خط سير العربية فعلا وصلت القاهرة، يعني مش من محافظة الدهقلية. وده معناه إن الجريمة حصلت بره محافظة الدهقلية مش من نفس المحافظة. وتقرير الطب الشرعي ظهر وأكد إن الطفلة تعرضت لتعذيب شديد جدا وحروق بالسجاير في جسمها كله. وكمان الطب الشرعي أكد إن الطفلة ماتت بسبب نقص الأكسجين، وده معناه إن الطفلة كانت محبوسة في مكان مقفول والفترة طويلة جدا. وكمان الوفاة ما عداش عليها أكتر من 24 ساعة. والعربية اللي اتنقل بها الجثة، اللي جابت الجثة من القاهرة لمحافظة الدهقلية، كانت مسروقة. وفي نفس التوقيت ده الشرطة جالها بلاغ من محافظة الجيزة، ومواصفات البنت كانت مطابقة جدا مع نفس الجثة. وتم عرض الصورة على الأب، والأب أول ما شاف الصورة أكد إن دي بنته واسمها روجينا. والأب قال إن هو كان مفصول عن أم روجينا اللي هي شيماء، وما كانش يعرف عنهم أي حاجة خالص. وكمان كان بيحاول يتواصل معاها على طول عشان يطمن على بنته، لكن هي ما كانش بتديله فرصة إنه يشوفها. وهنا الشك اتجه لناحية الأم، لأنها الوحيدة اللي كان معاها الطفلة وهي المسؤولة عنها بالكامل. والشرطة قدرت تقبض على الشخصين اللي كانوا جايبين الطفلة في العربية. ولما الشرطة قبضت على الشخصين دول اعترفوا إن هما من تشكيل عصابي متخصص في سرقة العربيات. لكن الغريب إيه علاقة عصابة بتسرق العربيات بقتل طفلة صغيرة زي كده وتعذيبها كمان؟ ومع التحقيقات الشخصين دول قالوا إن اللي طلب منهم كده هو زعيم العصابة واسمه محمد. والشرطة فعلا وصلت للمكان اللي مستخبي فيه محمد، وهناك كانت الصدمة الكبيرة. لقوا محمد ومراته وكمان شيماء أم روجينا، وكمان عدد كبير من البنات على الرجالة مع بعض كلهم في نفس البيت. وهنا الصورة وضحت بشكل كبير جدا إن الناس دي كلها تشكيل عصابي، ومنهم شيماء أم روجينا. وكمان الأصعب من ده كله والأوسخ من ده كله إن كلهم كانوا بيمارسوا العلاقة الجنسية مع بعض في نفس البيت. يعني حقارة وزبالة وأوسخ من كده مش هتلاقي. وتم القبض عليهم كلهم. وفي التحقيقات الشرطة اكتشفت إن شيماء اللي هي أم روجينا بعد الطلاق من جوزها كانت بتاخد روجينا معاها في كل مكان، وكانت بتشوف روجينا الطفلة اللي ما تعرفش أي حاجة أفعال أمها الوسخة وحركات أمها الوسخة. ومع الوقت الطفلة بقت بتقول كل حاجة تعرفها أو تشوفها. والكلام ده الطفلة كانت بتعمله لأنها عندها 4 سنين، يعني ما تعرفش أي حاجة خالص. لحد ما في يوم الطفلة روجينا قالت لقرايب شيماء على اللي هي بتعمله والحركات اللي هي بتعملها، وبدأت شيماء تضربها وتعذبها. ولما كانت الطفلة تقول لأي حد على الكلام ده، كانت شيماء فعلا بتعذبها بأوسخ طريقة ممكن تتخيلها من أي حد غريب، مش من أم. لأن مفيش أي أم عندها إحساس وعندها ضمير تعمل الكلام ده أو تعمل كده في نفسها. وكانت تمسك الطفلة وتسخن الحديد وتحرق بيه جسمها، وكانت بتعمل لها حاجات أوسخ من كده بكتير. لحد ما في يوم راحت لزعيم العصابة اللي هو محمد وقالت له على كل حاجة الطفلة بتعملها والكلام اللي قالته لقرايب شيماء. ومن هنا بدأ محمد يعذب الطفلة روجينا قدام أمها بأوسخ طريقة ممكن تتخيلها. وكل ده كان بيحصل قدام أمها، وما كانش بيهون عليها إن هي حتى تقوم تشيلها من قدامه. يعني أنا مش فاهم بصراحة إزاي أم يجيلها قلب إنها تعمل كده في طفلة، يعني حتى مش طفلة كبيرة ولا عيل كبير، ده طفلة عندها 4 سنين. أنت متخيل أو دارك إيه اللي بيحصل؟ لحد ما في يوم أثناء واحدة من علاقاتهم الجنسية الجماعية اللي هما كانوا بيعملوها مع بعض، كانت الطفلة روجينا بتلعب وكان صوتها عالي جدا. في اللحظة دي زعيم العصابة اللي هو محمد قرر إن هو يتخلص منها نهائي. والأبشع من ده كله إن هو قال لأمها إن هو هيتخلص منها، يعني هي كانت عارفة بكل حاجة هتحصل لها. وطلب من الرجالة بتاعته إن هم يحطوا الطفلة في شنطة العربية ويقفلوا عليها. والطفلة البريئة فضلت يوم ونص جوه شنطة العربية من غير ما حد يفتح عليها أو يشوفها. وعشان خاطر الفترة الطويلة اللي الطفلة قعدتها جوه العربية، الطفلة كانت فرقت الحياة في الوقت ده. وشيماء اللي هي تبقى أمها كانت عايشة حياتها عادي ولا كأن في أي حاجة حصلت،
ولا كأن بنتها ماتت ولا كأن هي عملت جريمة أساسا. وبعد ما الطفلة ماتت محمد طلب من رجالته إن هم ياخدوا الطفلة ويرموها في أي مكان بعيد، وفعلا رجالة محمد خدوا الطفلة ورموها في محافظة الدهقلية في الصرف الصحي. ومن هنا القضية اتكشفت بالكامل، والتحقيقات أثبتت إن اللي حصل ده كله كان بعلم الأم، وإنها عارفة كل حاجة هتحصل لبنتها. والأم اللي كانت مفروض تحمي بنتها من أي حاجة وحشة هي اللي سلمتها بإيديها للموت، وكانت هي السبب في موت طفلة ما كانش ليها أي ذنب غير إنها تكون أمها. وفي المحكمة والقاضي بيحكم عليها كان بيسألها سؤال وقلبه بيتقطع، وكان سؤال واحد بس: هل أنت كنت متأكدة إنك أم؟ وده لأن مفيش أي أم في الدنيا تقدر تعمل في ضناها كده، حتى لو هي وحشة ولا حتى هي فيها إيه. وفي النهاية تم حكم الإعدام على شيماء وعلى أفراد العصابة وعلى زعيم العصابة اللي هو محمد. ولحد هنا الحلقة خلصت. ليك ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات وتعمل لايك واشتراك على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.